تحلى في الإسقاط والتنسيق والمتابعة، وهذه تحاول الأستاذ الباش مهندساني حمزة عثمان الملك في رؤى الإخراج. أهلا عليكم ونحب صوتكم وسلاما. معكم من خلف الميكروفون في الإعداد والتقديم مع اسماء محمود. نرحب بكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر الملامح السودانية لهذا الأسبوع. هذه الحلقة تأتيكم من أرض الحضارات وملهمة البطولات، حيث صحراء العطمور أحفاد عيسى القرافي قائد أول ثورة ضد الأتراك يقودون ثورة ثقافية لتنقيب التراث وصلة الأرحام، ليست في صحراء العطمور ولكنها في جميع أنحاء السودان. لمواصلة القطعة من الحديث عن الجراريس ماضي وحاضر، رحبوا معي من جديد بالأستاذ أمير مصطفى محمد خير علي بشارة، المحامي والباحث الاجتماعي وصاحب كتاب الجراريس رسالة قريش إلى أرض النوبة. مرحبا بك أستاذ أمير مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسول الهدى وعلى من به اهتدى إلى يوم الدين. نحيي المستمع الكريم في حلقتنا الثانية عن ملمح من ملامح السودان قضية الجراريس، ونحيي إطلاق البرنامج الذين اتخذوا اسما يشبه البيئة السودانية التي هم فكت من كل السودان متباين من ملاعب في ملامح سياسية وملامحه حتى الاعتقادية وملامح الدينية والجغرافية، وهكذا السودان وقبائل مختلفة ومناخات مختلفة. والجراريس ملمح من ملامح السودان كقبيلة. في حلقتنا الثانية عن الجراريس ماضي وحاضر بنواصل في سرد لتاريخ واستفسارات لمستقبل قبيلة الجراريس بكل إرثها الثقافي ومكوناتها وخصوصياتها وإرثها الثقافي. في البداية خلينا نتكلم عن الإدارة الأهلية، وأنت قد أفردت لها يعني خيز كبير في كتابك. نبدأ بما بدأت أنت به في الكتاب، فرقت ما بين النهر والعمدة والشيخ وشيخ عموم وأمير القبيلة. السؤال تقسيم الإدارة الأهلية لكل نطاق وديار. يعني استفيد في هذا الجانب بالحديث عن الإدارات الأهلية في المناطق المختلفة. الحمد لله. إن قضية الجراريس قبل أن نتحدث عن الإدارات، لابد أن نشير إن الإدارات الأهلية في السودان في حين في زمان قبل الوضع مرتبطة يا بالمكان يا بالقبيلة، والقبيلة معناها فضفاض، يعني في فضاء لغة تبقى منتشرة في فضاء واسع أو في دارات. زمان السودان هو كان أغاليم، والأغاليم تحتها مديريات ومحافظات، فربما القبيلة تبقى منتشرة في كل الأغليم أو في كل المديرية أو في جزء من الأغليم. وفي إدارة أهلية مرتبطة بالمكان بالمحافظة، على المحافظة ناظر وتحته وعمد. طالما حديثنا عن قبيلة عند إدارة، فحجم القبيلة بيتضح من الإدارة من أعلى مسمى الإسلام، القبيلة وشيخ القبيلة أو عيانة يعني. ومجرد دخول العرب في السودان وتعريف السودان جاءت الصفة تبعا مع العرب. بقى في السودان في إدارة هي قبلية بالمعنى العربي، ولكن الأسامي اتبدلت. قبل الفرنج ما كان يعني فترة مفهمة، أو لسه قبل ما تكونت قبل 1500 يعني 1500 ما كانت تكونت بالمعنى البشر له كإدارة. التنظيم الإداري في السودان كدولة يعني بعد فترة الفرنج. قبل كده طبعا مالك النوبة ولا إفصاء وكانت ممالك يعني. أما بعد الفرنج جاء مسمى شيخ، وكل الحكام في المناطق بين امتداد سلطنة الفرنج لحد أربعة كان ملك وعطيته مشايخ. المشايخ المقصودين في إيبان فترة سلطنة البراء وسلطنة الفرنج العبدالات
دي كلها أسامي لمملكة واحدة. الشيخ هو شيخ، سواء كان شيخ دين أو كان شيخ عرب، يعني شيخ كبيرون. وكلمة شيخ في العرف العربي بتعني كبير في سنه، يعني المعنى الاصطلاحي لكلمة شيخ بتعني زي الكبير سنا وحكمة. وفقهيا بتعني الكبير علما، يعني حتى ولو كان صغير السن. الإدارة طالما إدارة أهلية هي بيحكمها الشيخ. والمحافظة فوق مراتب، عمدة الفرع اللي بيكون مسؤول يعني تحت عمدة بالوكالة أو لعدد من الشيوخ، ده عمدة. والخط اللي هو بيكون المحافظة كلها، مثلا محافظة حالفة، محافظات عادية اللي بيكون عليها ناظر، بيكون عليها ناظر. الناظر في القبائل النيلية الموجودة ده اسمه ناظر خط، عنده حدود جغرافية ما بتخطى. اما ناظر العرب بيتخطى الحدود الجغرافية لانه هو نظارته على العرب او هو على ناس حيث ما حلوا حيث ما كانوا. القبيلة عشان ما يبقى فوق شيخ، الشيخ نفسه لا يعين الا على حد ادنى 100 اسرة، 100 شخص بالغ نصاف عمر في كده مزود من شروط، يعني رب اسرة 100 زوج دول يحط لهم على عين عليهم شيخ. وعلى اساس انه يبقى في عمدة على المشايخ، الحد الادنى للمشايخ لازم يبقوا 5، يعني ما في عمدة على 4 مشايخ مثلا، فوق من 5 وقد يبقوا 15 وقد يبقوا 20 و30 على حسب الكثافة، ولكن الحد الادنى 5 مشايخ. ونازل إلا على حد أدنى 3 عمر، من ذلك ما في ناظر على قبيلة. وقبيلة الجراريش عنده ناظر اللي هو كان مكانه محافظ حيفا، وهو كان ناظر الجراريش وناظر خط حيفا. إذن الباب الدنيا حالة كثافة القبيلة اللي هي بادي من الشيخ أقلاه 100 اسمه 100 فرد، واللي أجينا للناظر أقلاه على يكون 3 عمد. أي إذن الكثافة هنا واضحة. ده منهج الإدارة الأهلية. وقبل ما نمشي في الفكرة التركية، وقبل تركيا يعني قلت الجراريش وقال الله يكون عنده 500 سنة في السودان، لأنه مرة فيها سنة 1813 المتحدث المؤلف أو الزائر أو المستشرف بروكار تحدث عن قبيلة الجراريش بلفظ قبيلة، كان سنة 1800. ومعروف انه عشان ما يكون في عسير، عشان ما يكون في بطن او فرع من القبيلة الا 3 اجداد او 4. وعلماء الاجتماع غرض انه لكل 100 عام يبقى 3 اجيال، لكل 100 عام 3 اجيال. واذا اخذنا هو سنة 1800 بيقول انه دي قبيلة من المنطق جدا انه يبقى هم لهم 200 سنة على الاقل، على اساس انه يبقوا بطون ويجتمعوا الى قبيلة ما يتغابر فيه نسبة جزء من الناس او جزء من البطون او العشائر تتغابر في شخص واحد. هنا القبيلة يبقى قبل 200 عام طالما يشير فيها هذه قبيلة، يبقى اذا وجودها اقدم من سنة 1800 200 300 سنة، وتقديرنا له 1500 سنة. يبقى منطقي ان هم سنة 1500 هم قبيلة موجودة، وده الزمن اللي بدأت فيه الإدارات بالمسميات المشايخ ومرحلة تحدي مواجهاتنا. هذا يعني تاريخ الإدارة الأهلية، أو كما نحن سمينا الحلقة الجراريش ماضي وحاضر. إذا كان هذا هو ماضي الإدارة الأهلية، ففي العام 2007 اجتمعت القبيلة وعينت أمير عليها وهكذا، فهذا هو حاضر الإدارة الأهلية. ما هو التقسيم الحالي للإدارة الأهلية في قبيلة الجراريش؟ قبل ما نجي 2007 وتعيين أمير أو إمارة، نسمي الإدارة في أهلها، نسمي الناس اللي كانوا عليها يعني المناطق، على أساس إنه كلام واضح شوية. فنحن ما زي القبائل قاعدين في بقعة ما مرتبطين بالديار
ذو حدود يعني، لكن مرتبطين بالنطاق. يعني محافظة طنجلة زمان وحلفة ده نطاق مهما كان. يعني في المكان ده بين طنجلة وحلفة كان في 3 قبائل الناس بتتوارث انه دي ديارهم اللي هم قناقلة ومع حصح الفاهمين. احنا بنطاق ال3 دول ونبتدي الى مروي. ده نطاقنا المؤرخ له والمعروف والمتوافق مع مهنتنا من مروي، محافظة مروي يعني حتى اقصى حلفة. عندنا مناظر يتوارثوا ابناء واهله النظارة والشياقة وهلم جرى صالح حسين محمد عوض شلبي مشهور بصالح بك شلبي. وفي ده نطاق حلفة. في نطاق محافظة دنجلة العمودية توارثوها أسرتين، أسرة العطا والشمال، وكان أبوه اسمه عبد الله محمود ومستغله في الكتاب في محلين، وده يبان إنه هدية كان أمير يعني. ومجلة موجود الإنجليزي العمودية جاءت لأهالي العندي هو المنضل في نطاق محافظة دنجلة. في محافظة مروي العمودية كان لأهالي جعفر بن مصطفى، جعفر محمد إدريس، عبد الرحمن في البركة المضر وما زاد. ودي العموديات ال3 والمشايخ لو حاولنا عديدة يمكن ما نقدر نحصل اللي كسر لأنه كل عمدة قلنا الله يبقى عنده 5 المشايخ تحتهم يزيدوا في النطاق. يعني العمد منطقة أرجو بس كان فيها 5 مشايخ، لقيتنا على ذلك ما حنقدر نحصلهم. دي الإدارة الأهلية في نادي الجراريش كما أشرت. وبعد ما جاء حكم مايو وميري حل الإدارة الأهلية في الإقليم الشمالي، كان ما كان ولاية شمالية، كان ولاية شمالي اللي هو حاليا الولاية الشمالية ولاية نهر النيل حل فيها الإدارة الأهلية. وبيجا في يعني فجوة زمنية ما بين 1971 لما حل الإدارة الأهلية إلى 2007 مثلا بالنسبة للجراريش. الحل الإدارة الأهلية الأماكن المتباعدة اللي سكنوا من مروي إلى حلفة يعني خلت في عدم تواصل الناس، حتى عدم المعرفة لأن العموم قد بيكونوا قاعدين هنا وهناك. الناس والقبيلة والغيمين عوامر لما بدوا في الأمر كان الهدف الأول التواصل الاجتماعي ما بين من هناك يعني. والأمر جو عنده روابط ولقاءات واجتماعات واتصال للناس سافر من هنا لهنا إلى أن أغروا إنه يبقى عليهم عبير، لأنه ده نهج عربي ودي قبيلة عربية وكل القبائل العربية في السودان عليها راعي، سواء كان ناظر سواء كان عمير سواء. ورأوا لابد أن يكون يبقى في عمير تلتقي عنده الناس، تلتقي عنده تاريخ، تلتقي عنده تعارف، حتى لو زول بقى يعرف عن أهله عن شيء من تاريخه يبقى في بيته في شخص هو على راسهم الناس تبحث عنده وتوجد دالتهم. وكان 2007 وكان في مؤتمر عام كبير جدا واختاروا الإمارة واختاروا الأمير هو العمد حسن العمد أصلا وريث لعموديات الجريش اللي في بيته فقط 3 عمود متوارثين شغله هو أصغرهم يعني. وحتى لو كان الإدارة الأهلية ماشية لليوم هو كان يفترض يبقى العمدة. في 2007 احنا يعني تأقلمنا مع الوضع الرأي من وسائل تطبيقية للناس، يعني فهمهم للتجمعات، فهمهم للقبيلة، فهمهم للتبادل في كل الأوجه الاجتماعية للقبيلة. طبعا الناس هؤلاء الأمراء وعمد ومشايخ ما هم إلا جداء يعني عشان ما يعني بيخدم الحكومة قد الإنسان في قبيلتهم. الفهم التغير الأمير أو ما يكون لهم على يبقى هو وجوده اجتماعيا أهم بكثير من كان وجوده السياسي زمان. يعني وجوده يعني التواصل، وجوده يعني تعارف بين الناس، وجوده يعني الرضي بالجماعة اللي هو تعمل عليهم. يبقى المفهوم يعني يتغير بلغة اليوم.
ولكن كان 2007 وكان الأمير وكان الإمارة. يمكن تكون ذكرت رجل المحور الثاني اللي هو دور الإدارة الأهلية في كل المناحي الاجتماعية، عملية الضبط الاجتماعي وعملية التعايش ما بين المكونات المختلفة في تلك المنطقة. فيا ريت تواصل في الجانب بتاع ما هي الأدوار التي تقوم بها الإدارة الأهلية. القبيلة منذ بدايتها تاريخيا أصلا هي مرتبطة بالعرب، اسم القبيلة مرتبط بالعرب، وحتى قبل الإسلام يعني الناس كانوا بتجي في سوق العكاظ في حجم يقولوا يذكر أمجاد آبائهم يعني، والقرآن شامل ذلك ذكركم لآبائكم أو أشد الذكرى. يعني الإنسان يذكر فضائل أسرته وأهله والمكارم. القبيلة المعروض معرفتهم من زمان يعني يقول لك انت زي القبائل، زي الناس، زي المعصر. القبيلة في وجهها العام تعني الأخلاق الكريمة، تعني الشهامة، تعني كل الصفات اللي بتغير الإنسان يعني بتستغله. مش القبيلة في كل أحوالها مرتبطة بالجهوية والتنافس، ودي أشياء ما ندر يعني ما ندر إلا في حالات بتاعت صراع، بتاعت حروب، بتاعت مشاجرة بتجي ربما من فخر وكلام زي ده. ولكن الهدف الأساسي من القبيلة الإنسان بخاف في مجتمع ده قبيلته هو لما يعرف قبيلته مرتبط بأسرة، والأسرة دي مرتبطة بكبار مشايخ أو فعلى الأقل بيتأدب في مجتمع ده مجتمع صغير والمستغير، وطبعا لذلك أكيد بيعكس الأخلاق دي للمجتمع الآخر. حتى لو داير يعني يسوي لي مكرمة للناس ويقول يا أخي أنا ود القبيلة الفلانية، أنا ود القبيلة، أنا واصل كلام زي ده. إذن القبيلة هي محاسنها ومحامدها الأخلاقية وبناء لأخلاق المجتمع والشباب أهم مؤثر بكثير من الوجه الآخر، الناس اللي بتخوف منه. وفي ناس بيقولوا من مجرد الذكر اسم القبيلة معناته هي التفاصيل والعصبية وكلام زي ده. القبيلة في السودان عامة هي اللي كده، يعني يوم ما سمعنا انه في تحارب بين القبائل مثلا جعلين شرقية بناقة في مشكلة يعني اما انا احسن منك او انت احسن مني ابدا، ولكن الناس قاعد تستغل مكانهم الاخلاقي ان احنا ناس قرما، ان احنا ناس بحفظ عيننا كده. ده الدور المعنوي والضمني الحقيقي للإدارة الأهلية. لما جاء الانجليز ده محور المسائل دي اللي كان موجود عليها كده، يعني الناس زمان ما تعرف الزول يحكم او ما تقدر بحكم زول الا ويبقى كبيرا القبيله اسمها الشيخ او عنده ما شاء الله ذلك. الانجليز لما جاء الانجليز تحديدا لما جاء حولوا الشخصيه صفه هذا الزول عمليا حولتها الى الزول يعني موظف تحتهم يجيب لهم لانه بيعرف الناس، بيعرف اماكنهم، بيعرف املاكهم، وبيجيب لهم الدرجات يعني عجباية. ودي والمشكلة دي الجباية اللي خلقت فجوة بين الإدارة والناس في زمانها، لكن ما دور موروث أبدا من زمان ولا دور الآن كاين. يعني هي دي فترة جوال انجليز انتهت. يبقى الأصل في الإدارة الأهلية هي الإدارة الأخلاقية للأهلية، العرف. يعني كل قبائل عندها أعراف اتعرفت عليها وعندها آداب وأشياء جميلة جدا، يعني لا توصف إلا بالحسنة دي حقتها. دي الإدارة الأهلية تفترض ترعاها أو تفترض تديرها، ولكن الناس على أساس إنه أيام الاستعمار كان التركي والإنجليزي بقت في جباية، بقت في ضرائب، في غلاظة في التعامل ما بين المواطن واللي كان إدارته لسه قادرة تفضل الصيت والتداول والمناقشة المطروحة اليوم في الكتب وفي كلام إنه الإدارة الأهلية هم عملاء الإنجليز. ما الإنجليز اللي هم موجودين بس غيروا يعني ما أصلا هم كانوا مخصصين. هنالك يعني أدوار ممكن نقول عليها أدوار إنضمامية مجتمعية. بعض المشاكل التي تحدث سواء كان في أسرة واحدة أو بين بطون مختلفة داخل القبيلة، هل في هذه الحالة أيضا يعني يمكن الرجوع للإدارة الأهلية؟
المجتمع الغبلي دائما في عادة وسمة سايدة فيه، ومن المشكلة دائما تحاول يعني الناس بتحاول حلها بأسفة واسع الحلول، سواء بالجار أو الكبير في الجار. وإذا تعاظمت يعني الإدارة الأهلية تلعب دور 90% فيه في حل، يعني ما حتى ما بمعنى إنه لازم يجي العمدة والشيء فوق. وهذا الكبير في الأسرة، الكبير في الأسرة دي كأسرة يعني مثلا قد يجي يحل المشكلة بكلمة كلمتين ويبقى كان مشكلة في الغداء يعني حتى في السنين. إذا المشاكل أكبر من كده يعني ما بين بطول زي أنت ما قلت وعشائر يعني في قبيلة واحدة، فده دور الغايم على الإدارة في المكان هو يعني بيبذل جهد لحلها، وإلا المشكلة تبقى هي يعني فوق ذلك مشكلة جنائية وكلام زي ده. حتى في الظروف بالذات الناس التسامح دائما، حتى لو شافوا حل من عندهم قد يتوافق مع الدين، مثلا اذا الجرائم اتعاظمت خالص وصل لغايه الناس بتحاول تمشي تطلب العفو والديه والاشياء زي دي، واخر الحلول اللي هو الغلاء والغنم. لكن ده دورهم المتعارف عليه، ده العرف ده ورسمه يعني. إذا في مجتمع هو يؤمن زي ما بنقول بالدارجية والمخلية بتاعتنا، المال كبير السر كبير وأشياء من هذا القبيل، يعني تلعب الإدارة الأهلية دور كبير في حل مثل هذه المشاكل. وهي لكل الإدارات الأهلية في قبيلة القراريش. سؤال الأخير في محور الإدارة الأهلية، ما هي مقومات رجل الإدارة الأهلية نفسه؟ يعني هل يتم اختياره على معايير معينة مثلا نباهته وطولة البال في حل المشكلة أو كذا، أم هي مقومات أخرى يعني تخضع للجاه والمال ومثل هذه المسائل؟ الإدارة العالية والرجولة لازم يبقى في مقومات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت أمتي على ضلالة، اجتمعوا جماعة من الناس بطون عشائر يختاروا زول من المنطق انه الزول ده ما بيقدروا يختاروا له محض الصحف الصدف. اكيد فوق المقومات اللي دارج يداركوا بيها المشاكل اللي الفرد يحلها الانسان ده من حكمة، من سعة بال ولا بأس يبقى عنده يعني زول عنده استثمار عنه مجرى، لكن الأساس والهدف منه الحكمة وفي ذلك الأمور. ده كان ده في رأينا لأنه الإدارات الأهلية قديمة، ده في اعتقادنا كان سبب الاختيار زمان. والبيوت دي فيما بعد جات توارثت الإدارة الأهلية، بقت وراثة، ولكن في الأسرة نفسها هو أحسنهم، يعني ما شرطهم بترتيب عمري صغير كبير كان كده، ولكن هم يعني من يعني يقول نظام أبيه كان بيجت يعني أسفل إذا مسكنا غرايب كبابيش لما جدوا أسرة صلاح السون هي متوارثة، الإدارة الأهلية بقدم متوارث، الإدارة الأهلية وكده، والجرايش كذلك هم متوارثين. لكن الاختيار في أساسه من أكبر حكمة وربما سنا، واكيد المادة ما وارد، ولكن هو مطلوب لانه اذا في مشاكل في حل حد المال، لكن ما شرط متفق عليه يعني الا اذا في مال زول عنده مال عنده يخطط المكان ده، لكن العقل والحكمة حاليا بقت متوارثة. يعني هل هنالك مواقف هل هنالك مواقف تاريخية محفوظة للإدارة الأهلية وتحكى وتفرد ضربت بها هذه الإدارة الأهلية مثالا في حل المشاكل وفي تخطي العقبات؟ تذكر لنا من جزء؟ فكرة حل الإدارة الأهلية من 43 سنة هي كانت انه على لغة نفس الناس. المواقف المعروفة التاريخية هي كثيرة جدا، والمواقف الشعبية اللي بتوقع في المجالس كثيرة. اما الموفق لها فعندنا نظر قبيلتنا جعفر الشلبي ففي مشاجرة ما ابناء عمه وصل لدرجة انه الطرف الاخر مات قتل انه مشاجرة، وهو الوحيد اللي يعرف الكلام ده، وكان في امكانه انه يضاربه جسم، لكن بيده مشى حتى وصلهم المركز في حلفة وسلموا الغداء هناك، وحتى حكم عليه بالاعدام 2 دول ابناء عمه
ومن أسرته. يعني دي قصة كافية جدا انه البدن يعني الناس حكموا فيه وكلام زي ده. لو كان في محاضرة، لو كان في يعني الشخصية دي ان كان هو حاج احمد صالح شلبي او غيره في الادارات العدالة بيتوارى على مثل هذه الامور، كان بنقدر نقول الفساد في الادارة العالية. لكن النزاهة والاخلاص خلته مشى الى ان سلم من عمره لحد المشنقة. واحد واثنين في قصة انا خليها في الكتاب، يعني في مرة حكم على ذي الغرامة وهو مالي وقال لي يا اخي انا ما عندي قروش، فقال لي اخذ نادي العمدة على ساتين، لانه جعفر سلمي كان رئيس خط معناته رئيس المحكمة الشعبية في المنطقة. انزل الزول ده وجاب زول تاني وصاه، الزول وصاه ده مشى من بيت صالح شلبي نفسه، جاب القروش الغرامة اللي افترض يدفع الزول ربما ما من قبيلته، ولكن جاء نفذ الحكم يعني، وده جاب القروش استدانة من هناك. إذا من اجتمعت العدالة والأخلاق، وده نموذج الإدارة عليه وده يصح. وأي زول تحته منطقة إنه يبقى بنفس الأخلاق والنهج. أنا ذكرت هذه القصة لأنه مستغلها وموجود في وسائل الرسل خلاف الكتاب، ولكن هكذا كل الأمة كل المشايخ دائما بيتوسعوا لمرتبة النزاهة، لمرتبة وكأنه يعلم إنه بكرة الناس تحكي عنهم إنه هذا الرجل كان عادل، هذا الرجل كان حكيم في نور الرجل، فهكذا يعني. لعل القصة الأخيرة فيها يعني حزب بناء الوجه، يعني كونه يأتي بشخص آخر ويبدو أنا قرأتها في الكتاب. هو كان مربوط في الشجرة واللي جات هي زوجته ودته القروش بورث يده، ولما وصل المحكمة سدد القروش وكان سد الباقي يعني. فعجبتني هذا الفترة أنا فيها حزب بناء الوجه لهذا الرجل يعني. تحية الإدارات الأهلية. وننتقل بالحديث في محور آخر عن خصوصية قبيلة القراريش، وكما ذكرت أنت يعني هي ترسم لنفسها ملامح بمفهومها القبلية والوطنية وبنظرتها القبيلة من ناحية يعني أخلاقية. أشمنا في الحلقة الأولى في بداية الكلام ده إنه لكل قبيلة ديار، ده عرف سوداني، ديار كده ديار كده. فأولا ما نسأل عن ديار القراريش. الديار عند القراريش عنده خصوصية، وأنا في الكتاب ممكن كاتب الخصوصية الوطنية للقبيلة. الإنسان السوداني مرتبط بالأرض بالمهنة. إذا كان راعي عنده معايير على وطنه لنطاقه، وإذا كان مزارع أيضا كذلك. يعني الإنسان اللي مرتبط بالأرض اللي هو اللي بيختار منها وبيعيش منها. القراريش مهنتهم كما أصابت الوسائل ونظمنا كثير فيها إنه هم محصورة في رعاة أو أدلاء أو نقالة بيدهم يعني وتجار. ما المهن دي هي ضد الاستقرار، ضد الكيميرا في مكان واحد يعني. بس النتاجة كان بيتحركوا فيه عشان نعرف كده لون من عمري وشمالا. فيما بعد ما تبدلت الوسائل بقى الوطن كله لهم مسكن بدون يعني ارتباط من الارض بيختلف من ارتباط القبائل الرعوية اللي هي ممكن تسكن الرعاية من المكان اللي هتنعطوه، او الزراعية المرتبطة بعولات ثبوتية ووسائل المرتبطة على هذا الارض. هم كان مهنتهم خلتهم بعيدين على الكلام ده. ده إذا أخذنا بمفهوم الدار. لكن المهنة في الحركة في النطاق، وطبعا في جزء انتهى الزراعة من بدري جدا في النطاق ده برضه، والتجارة في النطاق ده برضه خلت وطنهم ما بين المرأة إلى حلف صحراء العتمور، لأن الشق الأكبر من القراريش هم رعاة، والناس شغالين أدلاء محتاجين للإبل لازم يرعوها. الناس شغالين تجار بالإبل لازم يرعوها، وما كان الأراضي والجلوس هي هم ما الرعاة يعني أبو زراعة. بقى صحراء العتمور الجزء الغربي، وأصلا معروف إن صحراء العتمور هم الجبلين كاملة من شرقها إلى غربها. نصف صحراء العتمور خاصة كحديث حلفة أبو حمد،
شرق سكة حديد وموطن العبادة، لانه اساسا هو الراس قريب كرسكو ابو حمد والشماليين الثورة العيسى اللي اشرت لها في البداية. عيسى نفسه كان هو الشيخ على الطريق من اسوان حدي مريض مولد بنجرة وكده. بقى النصف الغربي من الصحراء العتمور المتاخم من النيل ده وطن الجراريش قبل ما يبقى السودان، وما ارتبطوا به كثير لما فضلوا الوسائل التجرم للرعاة في هذه الصحراء، يا اما استغروا عن النيل مزارعين، يا اما حيث ما غادتهم المهنة والعيش في السودان هو كان وطنهم يعني. هنالك أيضا خصوصية بجزيرة الجراريش بجانب هذه الخصوصية في مفهوم الوطن. الخصوصية الدينية، يا ريت تتكلم لنا عن أول مملكة إسلامية، مملكة السكرات اللي هي في العام 1618، وتحدثنا عن الآثار القديمة الموجودة في تلك المنطقة. مملكة السكرات يمكن هذه المملكة ما نالت حظها من المؤرخين والحديث عنها كثيرا. بعد دخول عبد الله بن السرح وتوالي الاتفاقية ما كان خد توالي على المسلمين في السودان، يعني في السودان بالمعيار ذاك اللي هو السودان الشمالي، ولكن يعني طلبت تبرر وتعمم دخول الإسلام عبر حرية عبور الأشخاص ورغمتهم ومرورهم وهكذا. بقى الإسلام الدعوة فرديا من الناس اللي جدعوا للإسلام بالسلم بالتفاهم مع الناس بكل الوسائل الدور فوق السلم لنشر الإسلام. سكرات نتاج تفاهم عربي نوبي، والحلقة الفاتحة عشان من سكر كلمة عرب تعني العربي يعني، وسكر اسمه عربي، وقالوا المؤرخين انتهي نسبوا لقريش والجراريش بيقولوا لهم هم. ولكن هي أول مملكة في التاريخ السوداني الإسلامي سنة 896، وموطنة طبعا في الناس مختلفة عليه حاليا. في ناس بيقولوا في المحس بيسموا حتة بعين الكوكا، ويقولوا زي المسلمين متحدثين آخر قالوا الشمال جنوب أرض المحس وأهل المجرة. لكن أنا في كتابي اعتمدت منطقة بعينها، هذه المنطقة جوار مسكن عمد وأغلب مشايخ الجراريش، هي منطقة سكرات بيسمها منطقة سكرات، وفي ضريح وفي دبار يمكن أنا يعني مرفق صور، وفي مسجد يعني الآن متبقي من المسجد من المحراب، وجزء كبير الجزء الشرقي تقريبا من المسجد موجود، ورغم ان البناء بالطين اللبن يعني في اراضي بيقول طالما بالطين شيء جديد يعني، ولكن الناس تنسى انه الدفوفة في كلمة حضارة الدفوفة اسي موجود. الدف طبعا كلمة دفوفة هي جمع لدف، ومن الطوب اللبن ولها 1500 سنة قبل الميلاد يعني موجود. ده ما يقول انه او الطين ما بيشير على انه يقول المسافة الزمنية ما بين البناء والحاضر، لكن الاسم وحتى الروايات حول بتدور حول المكان وحول الاثارات الموجودة يتجلك غالبا بعيد جدا، والناس تعرف التفاصيل لانه تاريخ السودان كله كده كان مكتوب ومعتمد على الروايات ومعتمد يعني الناس تورث التاريخ السوداني في غالبه من الرواية. الوسائل يمكن في زمن حديث جدا الناس عبدت. يبقى السكرات دي للحين هي جزء من حضارة الجراريش القديمة او الحضارة على حسب الماضي، واذا قلنا الحاضر انا ما زال جراريش وعمدهم ومشايخهم هم الان الجوار للسكرات. واتمنى يعني من الباحثين يمشي يزوروا المنطقة دي، وناس مختصين يمشي ينظروا في المنطقة دي على الاقل اذا التاريخ توافق
تاريخ من يعني لا تتهاجر ولا اثارات ده متوافق مع التاريخ ذاته. اذا يعني نحن شاركنا على حاجه يعني. نحن فينا حتى يعني يخرج من أبناء القضية ليس فقط يعني باحثين اجتماعيين يكتبوا ويبينوا التاريخ، إنما يخرج يعني شباب يتجردوا لمهنة البحث والتنقيب ودراسة علم الآثار، لأنها منطقة يعني قديمة ودارجة في القدم لهذه المعالم التاريخية التي يعني أبطال الرمل يعني. في آخر خصوصية اللي هي خصوصية المهنة، كما ذكرت إنه نحن يعني في زمن العلمية فيه بتحكمها الشهادات والمؤهلات وكده، ولكن قديما كانت يعني تختلف معايير سبل كسب العيش. كون الجراريس خصوصية في المهنة التي ارتبطوا بها، وهي مهنتهم يعني كأدلاء. أكسبتهم هذه المهنة من السمات ما هو خاص جدا كأدب سلامة الرفيق والطريق والدابة. حدثنا عن هذه الخصوصية. اختصرت في الحديث يعني للفصل عن مهن الجراريس، ويمكن سيدة مهن الجراريس مهنة الدلاء أو هداية الطريق، ودي تطلع على الدليل يعني. والدليل في لغويا يعني هو الزول اللي بيغض الصواب ولا الصح. والمهنة دي في زمنها كانت تبلغ من الخطورة مكانها يعني، لأن السفر كان يعني عبر دواب السرعة مفروضة، عبر الوهاد والسهول والجبال والصحاري. الناس معرضة لمهالك الصحراء، العطش، والناس تفهم عن الطريق وكلام زي ده. إذا الشخص اللي بيكون دليل لازم يبقى يعني عنده مقومات تميزه عن الآخرين. ومهنة الدليل ماذا يأسف عن الناس انه الزول اللي بيخبر الطريق، يعني يخبر الطريق ما بين الخرطوم مثلا صيدري طريق معين ويبدأ ماشي بالبوصلة او بالقدامة بيوصف، مجرد ما فقد الوصف او فقد الطريق الماشي خلاص ما يقدر السبب ابدا. الدليل المقصود لما يبقى معرض انه تجيه رياح مثلا تغطى عليه ولا مع الطريق، فالناس في عرفهم كان اذا الامر استحصى او المسببات دي جات ضباب مطر رياح الاشياء. حتى في زمن الانجليز هناك كان دائما الناس التجار معرضين للمطاردة، ما بيشوا طريق واحد فبيقولوا يتكلوا طرق. الطريق الغريب ده لازم انت تبقى عارف انك في النهاية تصل تمشي المنطقة دائرة صحيح. لقيته اي من العوارض الطريق السليم هو كان ماشي بيه سواء غير مثلا تعتمد على انه يعني حتى طعم التربة طعم الوضع يبين له وين تحديدا اذا التبس عليه الامر يعني. داير مثلا هو سايق الناس دي في ذمته يعني في ذمة لا يصل اليمين، داير بيت في حتة مثلا ما هي خلاص وضع خلاص يبدو الفوضى. فمن الشيء اللي بنسمعه والشيء المعروف كان للواحد بيلمس التمارض إذا بارد مثلا بلون يا أخي هنا بيكون في دفان دابي أو حنش اسمه الدفان. لا هنا الوططاء مشهور فوق الملوحة هنا بيكون في عدالي يعني. الدليل ده هو بتاع تربة خبير بتاع تربة قبل انه يبقى خبير بتاع عرض على اساس انه ما يجي يجي بمحل صحيح ويظن انه تمام يعني. وحتى اذا الرياح اذا غير الطريق هو اصلا ما مرتبط بالواقع، ما مرتبط بمعالم الواقع بقدر ما هو مرتبط بالسماء. هو ساعد ماشي نجوم معينة بيطور في طريقه ومعروف يعني، حتى في نجدة رجلة الخليل يعني. لكن إذا جات رياح قطب هو السبب الثاني عنده وسائل أخرى زي ما قلت لك، حتى لو يصل يدوب التراب يعرف هو نفسه. فالدليل الجراشي عنده خصوصية من أي دليل آخر في السودان. وانا مسؤول الكلام اتحمل بينه. الشمال هو بوابة المستكشفين والعلماء وكل الناس اللي جو خاشين في السودان من هناك من الشمال. الجراريش هم ملتهم وسبيل مكسبهم للعيش الله بالله، هم اللي دخلوا الناس دي
إذا هم دخلوا العلم للسودان، هم دخلوا لنا الرسائل نحن نقرأ فوق وندعي فوق العلماء جدا ونهذا التجارة هم دخلوها. يعني التجارة في مصر والسودان من زمان الناس مش تعرف الرباط كان التبادل، حتى ما في تفاهم بين الناس، بس تبادل انت شايف انا شايف ايوه كده. حتى بعد ده بيتمسك هم اللغات والتجارة ما زالت مستمرة، لكن لما كان السودان في حرب لها قبل استقرار القوات المدنية الاستقراري فكان معتمد على التجارة من مصر، يعني جاءتنا بهذا القرارين ده اصلا من هذه ادله كل الناس كل العلماء اشاروا الى انه هم الادله حصريا يعني. وحتى في التجاره الدوليه كان الشاب ملح من وادي سليم ومن وين واشار له خدشنا واشار المسائل المذكوره في الكتاب، وتجاره السنه مكه اللي هي تجاره عالميه معروفه ارتبطت بتاريخ القراريش. المهنة دي التجارة غابت من وعد الله الوراثة، وما عهدنا انه هم اضلوا بينات او قبلوا بينات، لانه الزمن في الزمن ده مثل يقول لك الرفيق لما انت اشوف في قبل الطريق. انا اذا ما اخترت دول امين يوصلني للمكان ما بختاره، والناس دي اللي كان بيهتموا بالقراريش او يخلوه ودوهم اذا ما سمعوا كان كلام طيب وامين عنهم ما كان يختاروه. هناك ايضا بعض العادات التي طلعت عليها وهي قبر المسافر. ما هو قبر المسافر؟ قبر المسافر ما عهدنا زمنه، لكن ده موثق لهم. والمناطق الخطرة اللي توقع فيها انه تعطل في حالات يعني الخبير دائما بيقولون الناس اللي ماشيين معاهم كدلالة للصفاء النية يعني. لو انت تدفع عليه حاجة على اساس انه انا يعني حوصلك بالكلام الجملة، انا حوصلك بالكلام يا حدي. انا يعني مش صافي معاك انا، وانت كمان الكلمة اللي انت صافي كان عيب في اهل الخبير ده في مجلسه في قبيلته، عيب انه هذا الخبير يخبر بالانسان المسافر ده، واذا سمع عنه انه غدر او حصل غلط زي ده دي مشكلة كبيرة جدا. الناس بعرفهم ونهجهم الصوفي نهجهم الفطري يعني، فالمحل ده خطر، ربما نغلق ربما نفض، انت يا خبير خانيتك معاي دي حاجة. فده بيقول اذا رفض بيقول يحصل شنو دلالة ابن سبيلي قبل رمزي للمسافر اللي معايا انا، باعتبار اذا حصل لي اي مشكلة لانه قبل سوي ده هو السبب، لانه ما دفع، لانه ما بيض ميته معايا يعني. انا ما مسؤول منه حتى ما نخرج من هذه من المكان هو العجبة. فقبل المسافر يعني انه اذا ابى يدفع اذا ابى يبيض ميته لكن الخطر عشان ما نطلع منه بالسلام بيصير في السودان في البيئة السودانية موجود انه الناس تتعرف على حاجة حتى ولو خرافة يعني. وهي دي كان في زمان الخرافة على براءة غير اخلاقية يعني. انا كخبير انا الانتصاف معاك وعايز اوصلك بكلام انت كمان الذكر نيتك، وده الاخلاق والرقاب تعظيم في محلين قبل المسافر. وهو حتى اشار انه هؤلاء الناس صابرين ومنع حتى في الحته دي يعني. ايضا هنالك كلمة ينام الخبير هو اخر شخص ينام، فانه يفضل الرفيق ويعطيه الماء ويعطيه ما عنده من اكل وهكذا. هنالك ايضا الطب البديل والبصير والفقير والقصاص، تكلم عن هذه المهن باعتبارها مهن ايضا كان ينتهيها من القراريش. اي مجتمع بدوي هو بعيد من اساليب الحضاره اللي هي العلاج الطب المدروس ومقتنياته يعني. الانسان البدوي لازم، والانسان ابن بيته يعني طالما هو ابن بيته الاشياء دي يعني عالم انسانه كيف من هناك ده كتغيير يعالج من الكسور من هناك كبصير وكده. القراريش في المنطقة دي في النطاق ده هم لأنهم حكرا عليهم وحصلا لهم لأنه هم بيمثلوا البداوة في المنطقة دي. فأي بصير
او 90% من البصراء المشهورين كلمة بصارة يعني الانسان بدون موجات صوتية، بدون جنين مغناطيسي، بدون يعرف محل الكسر ويحدد التحديد ويقصد التثبيت الصحيح يعني. لذلك في العرب زمان سمي الاشارة ببصارة، يعني الانسان بعالج بصيرته ما بالمعدات الطبية. الكبير الشيخ هو بيعالج الامراض القلبيات وعلوم جرة. وكان ضمن الثالثة القصاص. القصاص الانسان البدوي بطبيعته بانه قاعد ما مرتبط والا بالارض والسماء هو فيها خبر النجوم وخبر الارض. من معاشرته دي يعني حتى الاسد بيبصوه ما بس انه خلاص ده الانسان جا ماشي ويمشي ورا حد ما يرضى ابدا، بل بيحفظ الملامح، يعني حاجه توازي علم البصمات بس فيه. يعني الانسان العادي بعاين الاثرين او الدربين او اثر الشخصيه ده مشابهات انا كانسان عادي، لكن بيجي القصاص ده بحكمته هو ببصيرته النازله بيقوم يحدد الدايره الدايره فكان مش قالوا مش بيحدد البصمات او اداء الاشياء. البصاره في منطقتنا القص الثلاثة قص الأسد يعني حتى في أرضه في كلمة في النتاج أنا بتكلم منه مريض هم جلاليش ومدينة محايي حسن عمر حسن مسجل في المتحف كلمة مسجل كشخص من المقدمين للقصور ومعصير الأسد ومعتمد بدا الحكومة يعني وربنا يدي وقت الأمور العالية يعني لك شاهد على وجود حتى الآن. إذا هي خصوصية وتميز لهذه القبيلة في مختلف هذه المحاور التي نحن قد تحدثنا عنها. في المساحة القادمة نستمع مساحة غنائية وفاصلة قصيرة من بعدها نعود.
FM 106 إذاعة الصحة والحياة. برنامجنا الآن السوداني نعود لنفس النقاش حول موضوع الجراريس ماذا يحاضر في هذه المساحة القليلة. يعني أستاذ يعني أمير، تقلد معك صفحة الشعر في هذه القبيلة. حدثنا عن الليلية التي كتب بها أبناء الجراريس شعرهم معبر بها عما يجيء في خواطرهم. الشعر في أبناء قبيلة الجراريس لونين أو طابعين. الطابع المرتبط بالبداوة اللي هو شعر المرابيع والدوبية وطول المصاديق، فده الطابع الموروث. والطابع الآن يملك نصف ناصية الشعراء الجراريس، ومن أبنائهم شعراء أصحاب الشعر المنظوم على راسهم الشاعر مصطفى عوض الكريم، شاعر المرشحات جامع الشعر الأندلسي العربي في الأندلس، وصاحب النار ديوان النار في الأدب العربي. مصطفى عوض الكريم من الأدباء النوال المشهورين. إمام مرحوم الإمام علي الشيخ شاعر معروف ويشار إليه بن دمار ومن شعراء الشعر المنظوم. ولكن يعني احنا هنا بنشير للجانب الشعبي. الجانب الشعبي أحمدون يسمى يعني امبراطور شعراء الشمال، يسمى اسطورة الشمال، لان المفردة هو النظم اللي اتكلم بهم في الزمن ذاك ما كان متاح لغيره يعني. والان عندي ديوانه في السوق، ويمكن اعجز كثير من الناس اللي بيتكلموا باللغه العاميه اليوم. ده احمدون على راسهم ونجيب حمودي. يعني كل قبيله عند شاعر يتميز بالشعر وشعر مميز. اذا اخذنا الكواهله والشوراني، اذا اخذنا الشقريه الحرب اليوم، واذا كده هو الشاقية وتحسنها. ما عدا الجراريس انا عندهم اثنين. في النصف الجنوبي احمدون ومعروف في النطاق ومعروف في السودان، وفي النصف الشمالي حمودي. وحمودي يمكن الشاعر العربي المفوه في ذاك المكان الزمان. حتى كثير من الاغاني اللي تصنف شعبيه او تصنف تراثيه سجلت من فنانين النطاق دون تسمي بيقولوا كلمات لحمودي. حتى الفنان إدريس إبراهيم حي يرجع موجود سنة 57 سجل أول أغنية يمكن نالت حيز كبير جدا عند المجتمع السوداني، هي أغنية القمر البيضاء سنة 57 سجلها إدريس. وعلى الصحف وعلى الإذاعات وعلى كل مسمع بيقول يا أخي أنا حفظتها من حمودي، وهذا حمودي القناش. وطبعا بعد ذلك سجلها بيوردوا فنانين أخرى، لكن أول ما سجلها بعد إدريس سنة 57 بعد سنتين يعني. وده اللون دي السمة بتاعت الغنى القمر بيضاء، لأنه حتى في كلمات في القمر بيضاء تأكد لشمالية الأغنية الأقصى يعني. في أغاني تانية اللغوي يعني دي اعتبارا سيد الغناء طنبور يعني. فعندنا ما يشير على انه دولتنا مسبوغة فيها. لكن الشعر نحن طالما نتكلم عن قبيلة عربية ويفترض انها جاء دوبير ومسابير، ما حنقدر نحفظ كل الشعر وما حنقدر نحفظ كل الشعر الموجود. ولكن يعني انا ما اعتمدت في الكتاب وعجبني نماذج لقبيلة الكبيرة ولأميرة يعني مثلا ما قول فيه مثلا شكر ليل عندي العند اللي بشد الهم عند راسي بزين بيشينا ما بالذنب من جاد كريم جود من تنزل أسد الصلاة المتكلف الدم. ويمكن الشاعر اللي قال الكلام يعني ده بس المجالك في كثير في وصله اللي عندي مثلا ده الكلام ده اللي عندي كبير ربما هو ده يعني اللي عندي حسن اللي عندي هو اسمه ده عنده وده امير اللي عندي ياسند القبيله ويعرف يقربها يا جبل الثبات ان جاد عليك متبع ويا في الشاشه الغبينه وقبلت ضيوف الهجع وياسد الرجال وثمان العجائب السبعه. كان هذا يقول يعني ارتغى بامير وهو بعمدته
إلى ثامن العجائب، فيكفي انه ده كان نموذج للشعر. وكذلك حتى النساء الجناسيات يعني في يعني عندهم همجان مساحة ممكن نتطرق فيما بعد. ونقول العيب العمدي أيضا العمدي يا برد الجبل بسوي الكرت، ويا بحر الدمير يكت يزيد يعكر، ويا مبنى على القبيلة والدرجة اللي كاف الشر، وحاميه إن حرت وإن سرت خريفا شر. إذا هذه هي اللونية التي يكتب بها الشاعر الجراسي ما يجيش في داخله من قيم وأشياء مختلفة. وأيضا نحن ركابين ومقرة صناعة الديمة وجيابين بالزمان الصعب بالريمة، وكالتالين بحلق البصار عسيمة، الخوف والكذب يشوف الجنان جريمة. تحية لهذه القيم وهذه المعاني الجميلة المجسدة شعرا. هنالك أيضا أستاذ أمير نساء من قبيلة الجراريش، هن لا يعني في قيمتهم ما أجمل من بطرسانس ولا من مهيرة ولا من بنونة بنت المك فيما وجدناه في شعرهن. يا ريت يتناول الجانب النسوي الشعري من قبيلة الجراريش. جانب الشعر المصري في السودان عامة يعني عنده حظ ومكانة في بعض القبائل. يعني أحد الشعارات قد تقول إلى حرب دروس وقد تفك إشكال له مئات السنين، وأسمى الحكامات أو غنايات على أساس تختلف بالمناطق، لكن المعنى إنه مرة وعدت وظيفة وحلت مشكلة بنهج شعري. الجراريش مش غيرهم بل أكثر، لكن الظلم الإعلامي أو عدم التوثيق قد يكون أكثر كثير في بلاد هؤلاء النسوة. ولكن عندنا في المطاعم القريبة والمعهودة مثلا السيدة ست زينب، لكن هي سنة زينب لكن ارتباطها بالطريقة الإدريسية إلى ذلك، وحتى بدرجة السيد كامل الإدريسي رحمة الله عليه يمكن يعني 3 مرات معه في الحج، هي امرأة ضريرة يعني، وكانت تغلب الشعر في حينه. ولذلك سمت السيدة زينب لنهجها واعتقادها تصرفي. وجنبت محمد يمكن هذا ذاكرة في الكتاب وكثيرات يعني. لكن إذا طلبنا بنموذج يعني ما نقدر نستثني من عمي حمزة أو عمي بيد عشمانة مصطفى مدرسة هي أختار عمدة الجلائز بالبركة، لأنه يمكن أن احنا قبل من الشاعر هناك على أرضه، فنتجه المرة دي للبركة العمدة الآخر دي بتخطو يعني شاعرة يمكن غد من شعرها المحفوظ عند الآخرين أو عند أهلها صالح إنه يسوي كتاب. بس احنا هنا بنكتفي بنماذج وافتخارة، يعني دخالة حتى خلت ابوها خلت هنا استخرت دخالة بيأكد دلالة العمدة. انت سألتني صفاته شنو مغرماته شنو انه يكون عمدة. والإسلام الحظ يعني هيشكر نفسه في منابع كثيرة. بقت نحن معرض الخريف الجال بروبة، نحن جدا للمحيلة فتح دروبها، والمحيلة هو أقصى طريق ما بين الشمالية شمالا وجنوبا، يعني ما بين كرمة وكريمة أو ما بين بندلة وكريمة. والاسم جاءه من المحل، من كثرة المحل في المحيلة، يعني طريق هو على طول العناية، يعني موحد جدا ويانا راحت فيها الله وناس. خلينا عرب الخريف القام يتشتش، وكانه الكلام ده في مغاربة ده بين العرب آخرين الله أعلم. خلينا عرب الخريف القام يتشتش، ويتشتش الكلمة إنه العرب ما عنده بهاي الموروثة المراح دائما يكون مشتريها، أما أجيرها لما يبنى عشان خريف يقول ياخد عليها الوسم الخرجوش عم البيع. أما الإنسان أصلا وارث البينة بيرث هذا حقته، يعني ما يقول يرسمها عشان الخريف. خلينا عرب الخريف القام يتشتش، خالصي بالذكرى والتلبل بيهبش، خالي يوقف قوله قدام المفتش، يعني مشى كلمته عليه. وتخاطب الحسن ده حسن جعفر مصطفى اللي كان آخر عمدة قبل حل الإدارة الأهلية،
ابو خليل حسن كذب البلوم، البلوم ده كذاب، خليه يذبح بالدمير القاسي عونه. حتى عباس باشا ما كان مفهوم، عباس ده كان اظن مفتشه وهم مسؤول في المنطقه، ويمكن ده نموذج. وخالية حنك البليد الغالب يسكي، وخالي قصة جمعة المعبورة تسكي، وخالي في التمر الخلل سايل متكي. تحية لآن بن عثمان، وتحية لكل نساء القراريش بهذه القيم وهذه الموروثات الجميلة. نحن في ختام هذه يعني الحلقة ونحن نودع مدينة القراريش ماضي وحاضر. هنالك آخر جزء هو الأمثال، أيضا كانت تحمل نفس الدلالات الشعرية اللي موجودة، وهي كثيرة يعني، منها العير الثغرة والولادة بدار في الشتاء وعقود في الصيف، وهي كثيرة يعني. يا ريت تديني مثالين 3 من هذه الأمثال. الأمثال في الأدب العربي عامة هو منهج مرجعية لأخلاقيات وحياة كاملة للناس في السودان، لا نتفكر من هذا الإطار. لكن القراريش قد يكون عندنا أمثال مرتبطة يعني في كل مقدم، كل منحى، كل وقت أنت داير تنظر وبيدوك مثل أو تخط الزاد وتخط المنهاج قدامك. أنت تعرف لولاك اشتري لولدك خال، وايضا في مثل اخر بقى في ولد خال مثلا. وفي امثال كثيره جدا من دور الدبيب خاص من مجال الحجل، بيت الضبع ما بيخلق من العظم للزول اللي بيكون دائما عنده مشاكل او عنده اشياء او هو داير حاجه عندك يجيك اصلا، ومثلا اذا قلت الناس يقول لك بيت الضبع ما بيخلق من العظم لازم الشيء عندك مثلا كلام زي ده. بعد ما ربنا تبدأ طول ممكن ده مثل شايع. لكن انا يعجبني الامثال المرتبطه بالاخلاقيات ومناهج الحياه. الدائر تعرف يا ولد تشتري ولد خال، وعند الجوع مثلا لما يحب الجوع معدين مثلا يقول لك جوع الشوط راحتها الدنيا توريك راحت امك وضربها، يعني كلام السير دائما شروط كده. دي اشياء كانت موجوده في المجتمع السوداني او المجتمع القراشي بعينه. والخلا عندنا طبعا دائما يعني الناس كانت مرتبطه بالخلا زي ما قلنا ادله كده، الخلا ولا الرفيق الفسد. وبديل سألتوني إذا في معايير للعمدة ولكن ما عنده كبير الشركة ممكن تبطي الحتة دي، والإنسان ما يقع لا يدغل اليوم يجعل مرتين كحديث يقول لك على الترباب ما تضربك مرتين، يعني ضربتك لما دي اصفرت ما كده الزمن ما بشوي عوض حركته يعني. ولكن أنا كده رجل فيه يعني يقول لك فلان يتي عز البرم، الكلام غريب ولبسه غريب، وعند البرم دائما البرم ثمار لشجر طلع والصنب والعزب يعني المتعلم الطيب للبرم ده قد يكون اسرع البهائم في البدايه عشان ما تصل، والمرة بتاعت المشاكل بتاعت المدعلمة السليمة معايا وتكون دائما سريعة ومحتاجة للحتة دي. فدي مثال من البيئة. أنا وفقت في شكرا الأستاذ أمير مصطفى محمد خير. ونحن في ختام هذه الحلقة أنا أذكر جزء من الحديث الذي كتبته في كتابك، وكان خير ختام لهذه الحلقة. ذكرت نماذج لأسماء كبيرة لا يعرف الناس أنهم ينتسبون لقبيلة القراريش، إنما يعرفون بأنهم محس أو سواقة أو ضماغلة أو هكذا. وردفت الحديث بأنك تود من هذه الأمثلة أن يستنتج القارئ مدى انتفاء النهرة القبلية عند قبيلة القراريش ومدى التسامح الاجتماعي والتمازج، حتى أصبح جار القراش لا يعرف أن هنالك قبيلة تسمى القراريش. وكتبت أنه نحن هنا هدفنا ليس إحياء النهرة، ولكن نريد حماية التراث من باب الأمانة التاريخية التي بها تسهل عملية إجراء الدراسات. هذا كلام مقيم وكلام جميل. أنا يعني أختم به هذا الحوار وأقول نحن لا نريد إحياء النهرات، ولكن نريد طرح
نموذج لقبيلة هي متكاملة في أدبها وفي إدارتها لنفسها وفي حفظها لحقوق جارها ولأخلاقياتها. نموذج جديد وجميل في الشعب السوداني. ختاما ماذا تقول أستاذ أمير مصطفى؟ أقول أعطي التحايا للمستمعين وليك يا الأستاذ عثمان محمود ولأسرة البرنامج، ونتمنى أن نكون كنا يعني خفيفين زي على المستمع وأفدنا بما عندنا وقدمنا يعني الجراريس كمادة ثقافية كملمع سودان موجود بغض النظر عن مثلا قبيلة للمفهوم السالب الناصر لكل اسم للقبيلة، لكن نتمنى أن نكون وفقنا والتحايا لكل مستمع لكل فرد في القبيلة من كبار وعيانة وشباب لكل مستمع سوداني ولكم انتم. نتمنى ان يعني يبقى في تواصل حلقات اخرى والنشر الله ان شاء الله. ان شاء الله. تحية لك، تحية لكل القراريس في صحراء العتمورة المتاخمة من ولد الضفة الشرقية من وادي حلفا شمالا الى مروي. نريد ان نقول لهم سلام وبعد وعافية. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم إليك بأسماء الشكر والإرفان، وهاكم تحايا فريق العمل. الدكتور حاتم خلف الله في الإشراف والتنسيق والمتابعة، وهذه تحايا الأستاذ رامي حمزة في التسجيل ورؤى الإخراج. من خلف الميكروفون عثمان محمود في الإعداد والتقديم. كونوا بخير في رعاية الله. Thank you.